اهلا وسهلا بكم. اليوم وصفتنا راح تكون خبيزات محشيين، وصفة خفيفة ريشة بعجينة قطنية، والاهم انه الحشو اقتصادي بدون لحوم او طن. تبعوا معايا الخطوات للاخير باش تنجحوا فيها. انا جبت ان ريسيبيون، درت فيه 2 كيسان حليب اللي كنت دفيته، الكاس يرفد 220 مليلتر. عندي مغرف كبيرة سكر ومغرف كبيرة خميرة الخبز. نخلطوا شوية، ومن بعد نزيدوا لهم بياض بيضة ومغرف صغيرة ملح. الصفار نحتفظوا به باش ندهنوا الخبيزات تاعنا. دوك نزيدوا ربع كاس زيت. هذه المقادير راهي مضبوطة 100%. نزيدوا ايضا مغرف كبيرة خل. كما نعرفوا الخل هو محسن العجين، يخليها هشة وطرية وتجي خفيفة. دوك نبداو نزيدوا في الفارينة. انا هنا في الاول ضفت تقريبا 3 كيسان. نحركوا غير بالمغرف برك هكذا. هذه العجين يا البنات تصلح لجميع المعجنات، البيتزا ولا السوفلي ولا خبيزات كيما هذو. دوك نحطوها على سطح العمل ونبداو نعجنوا فيها. ندخلوا هذه الفارينة كامل حتى نتحصلوا العجين تكون متماسكة ماهيش طرية بزاف. هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه. دوك نغطيوها ونخليوها تريح حتى نشوفوها زاد الحجم تاعها. نروحوا نوجدوا الحشو. عندي هنايا في مقلاة درت 2 حبات بصلة قطعتهم شرائح، درت لهم شويه ملح والزيت. خليت البصله حتى تكرملت كيما راكم تشوفوا. دوك نزيد 2 حبات طماطم اللي كنت رحيتهم في الرقيق، نخلطهم مع بعض. ايضا ضفت شويه فلفل كحل هكذا حتى نطيب البصله والطماطم. دوك نزيدوا شويه هريسه، واللي يحبها حاره يدير مغرف كبيره. ايضا ضفت لها شويه معدنوس اللي كنت قطعته ايضا رقيق. هذه تكتوكه عاديه يا البنات، يعني كيما نقولوا مكمله قرايتها. دوك هذا الجبن الابيض درت قطعه واحده، حطوا اي جبن متوفر عندكم. هنا ايضا زدت لها شويه الجبن المبشور وخليت شويه باش من بعد نديرو من الداخل في الخبيزات. نبقاو نحركوا فيها حتى طيب معانا. هذا هو الحشو اللي تحصلت عليه كما راكم تشوفوا مفرمج وبنين. العجين تاعي هنايا راهي طلعت. دوك نديكازيها نقسمها على 2 خبزات ونبدا نطرح فيهم. انا ديجا الخبزه الاولى راني درتها خبيزات شويه كبار، وهذه قلت نديرها معاكم. ديروا باي قالب متوفر عندكم يكون دائري. السمك ديروا من 2 حتى ل 3 سنتيمتر، ما تجيش خشينه بزاف وما تجيش رقيقه. انا عندي هذا هو القالب اللي درت به بورتمونجي مدوره. عجبتني انه الشكل تاعها جاي متوسط. نطبعهم ومن بعد نولي نحي الزائد. نبدا نحط في الحشو اللي قعد مغرف في كل حبه. دوك نزيدوا لهم شويه جبن هذا المبشور ونبدا نسكر في الحبات. ديروا اي شكل يعجبكم، قادرين ديروهم خبزه واحده وقادرين ديروا هكذا حبات. كما نعرفوا الولاد الصغار يشتيو ياكلوا حبات هكذا صغار. نكملوا الكميه كامله نديروها في البلاطو، ومن بعد نولي ندهنوهم الاصفر تاع البيض اللي كنت زدت له شويه حليب. التزيين يقعد اختياري. انا درت الاولين بالزيتون الاسود وهذو درتهم بالزيتون الاخضر. ديتهم يطيبوا. هذو هما الخبيزات تاعي. شوفوا كيفاش خرجوا من الفور، الله يبارك يشهوا. انا التزيين هذا هو اللي درت. اذا حابين ايضا نديروهم بالسينوج ولا بالجنجلانيه. شوفوا كيفاش خرجوا ما شاء الله، خفه وطراوه. دوك نقسم معكم حبه تشوفوها كيفاش جات من الداخل. الحشو خرج بنين بزاف وخرج مفرمج. هذا هي وصفتنا لنهار اليوم. ان شاء الله تعجبكم. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بالجيم والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. اترككم في رعاية الله وحفظه. سلام.